انا هرجع ل اهم فرص العمل اللي هيوفرها مشروع قناة السويس وتنمية محور مشروع قناة السويس. وزي ما دكتور منير تفضل وقال هيبقى عندي مشروعات كتير جدا بالعامية كده او للتخديم على هذا المشروع او هذا المحور. نبتديها من الشمال للجنوب. عند حضرتك شرق بورسعيد بتتعمل منطقة صيانة وإصلاح للسفن. ترسانة بحرية بتتعمل تتطور تبقى تبني سفن، يبقى دي في مجموعة صناعات مرتبطة بيها. الحداد واللحام وده 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 في شغل بيتعمل. حضرتك وانت نازلة عند الإسماعيلية في الشرق بتعمل مدينة الإسماعيلية الجديدة وبتعمل فيها مدينة السيليكون أو عشان تنتج اللي هو السيمي كوندكتور اللي بيستعملوه في الدوائر الكهربائية. طفرة ومجال تاني مختلف. بتنزلي شوية السويس، افتكر في مدينة بتتعمل هناك عند العين السخنة، الصين نازلة تعمل صناعات هناك. الدول حتى الأجنبية اللي تيجي تعمل صناعات ما بتجيبش الإصراف كامل، هي بتجيب الناس بتوع مراقبة الجودة والتصميم وناسك انت بتشتغل. ناسك بتشتغل بتكسبيهم خبرة في مجالات ما كانتش موجودة قبل كده. كل دي صناعات بتتطور. مزارع السمكية اللي بتتعمل في سينا. احنا من العار ان مصر تستورد سمك. طبعا. بحر احمر وبحر ابيض ونهر النيل وبحيرات يعني ازاي ما ينفعش؟ ازاي نستغل الطاقات الموجوده؟ ويمكن اذا سمحتي لي برضو انا محمل برساله بصفتي رئيس رابطه العسكريين المتقاعدين وما بيناشدوا الرئيس. احنا موجودين، احنا طلعنا معاشات في سن صغير ولا زلنا قادرين على العطاء. الموضوع تسوية حالاتهم ده موضوع هيتم مع القوات المسلحة، وان شاء الله الرئيس ما اظنش انه هيطول يعني التفاته عنه، هو مشغول في حاجات تانية، لكن احنا متعشمين في الاخير. لكن هم جاهزين يديروا مشاريع. احنا معانا ناس خدت دكتوراه في الاقتصاد بعد ما خرجت من الجيش وعاملين مشاريع ضخمة وافكار وعايزين يوصلوها للرئيس. نفتح الباب. المهم ان الدايره اللي بتوصل للرئيس. ندي للشباب فرصه كمان. ايه؟ وعايزين ندي للشباب طبعا معلش يعني احنا عايزين ندي للشباب كمان فرص. مشكله في مصر مشكله اداره. ايديهم موجوده وسواعدهم. مشكله اداره. نعمل بنك افكار. بالظبط. بنك افكار الناس اللي عندها خبره مع تحط الافكار واللي ينفذها الشباب. صحيح. يبقى انت اشتغلت لان ما انتش محتاج فرصه عمل وما انتش محتاج فلوس. انت محتاج توصل افكارك. صحيح. هنديك الفرصه من الناحيه التنظيميه وندي فرصه من الناحيه التجريبيه. نتكلم بشكل اقتصادي بقى يعني عشان كاداره بقى. ايوه لا قوي. حضرتك احنا محتاجين الخطه اللي محطوطه للدوله ايه؟ حضرتك عايز تنمي الثروه السمكيه، فين الناس المتخصصه؟ ايه الافكار؟ دي النتيجه النهائيه اللي انا عايز اوصل لها، دي الخطوات، ده الاستاف اللي ينفع اللي هينفذ. انا ببني مصنع ايه؟ هينتج ايه؟ هينتج ايا كان. في النهايه انا عايز المصنع ده، عشان اوصل للمصنع ده محتاج ايه؟ ازاي اوصل له باقل تكاليف، باقل عدد من الناس، في اقل وقت. دي معادله. الاداره بالاهداف وحاسب. مفيش مشروع بيمشي كده. انا لما اجي اعمل مشروع ببقى حاطط له مراحل وخطوات. بقول ان انا بعد شهرين هكون حققت كذا، او ما اجي بعد شهرين تعالى حضرتك حققت. حققت. طب كويس، انت كده ماشي على الخطه. لا والله انا ما حققتش عشان كان عندي مشكله في كذا. هل هو عنده حق في اللي بيقوله ولا لا؟ اعدل. لازم اداره. الفتره اللي قبل كده ما كانش فيه اداره مشروعات، كانت ماشيه على البركه. لكن يعني بقينا نسمع سنه، يعني سنتين، يعني سنتين وبيتم الانجاز. واذا بقى في هذه الثقافه موجوده، تديني امل في بكره. انا بحكم الخبره وبحكم اللي انا شفته اثناء عملي وانا في القوات المسلحه، وازاي كنا بنحل مشاكل فنيه في المعدات. يمكن الخبراء الاجانب بيجوا يعني بيستغربوا طبقوها بعد كده عندهم. انا بقول لحضرتك حطيهم في اي حاجه في مجالهم هينتجوا. انا متحيز للمتقاعدين العسكريين طبعا. والمصر كلها. احنا متحيزين للجيش المصري كله والمصر كلها. بس يعني حضرتك متحيزين بعقد امل. حتى في الظرف الاقتصادي الصعب اللي احنا بنعيشه، ان الجيش المصري هو دعم مصر بشكل كبير جدا 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 في الفتره دي. احنا دوله ما عندهاش جيش، احنا عندها فريق عمل، لان الجيش ده جزء من نسيج البلد. طبعا. الجيش ده يعني اخوك وابني وجوزي، كل ده
هم ده الجيش. يعني انت جوز حضرتك في الجيش، انا اخويا في الجيش، ابن مش حضرته في الجيش، فدول هم الفريق، وبالتالي مش مرتزقه من فريق، وبالتالي انا بتكلم على جيش وطني دعم البلد في مشروعات، في مواجهه للغلاء، في كذا. اذا هو جزء حل ازمات هو مش جزء، هو ازمه البلد دي ممكن تكون عسكريه فيتحرك عسكريا، بالظبط، اقتصاديا فيتحرك اقتصاديا، لان هو قوه للانجاز. الانجاز فين؟ هو ده دوره. الرسول عليه الصلاه والسلام ما قالش جيش مصر، قال ابناء مصر. ابناء مصر فعلا، ابناء مصر كلهم حاجه واحده. انا يعني كنت ضدهم لما يقولوا الشعب والجيش ايد واحده. انا كنت ضابط احتياط حضرتك، حاجه واحده، كنت ضابط احتياط فعلا. يعني عمري مثلا ما قعدت مثلا في وسط الضباط حسيت ان انا حاجه وهم حاجه. ما كانش عندهم عنصريه ان احنا الضباط عاملين وانتوا جات مثلا بمجرد يعني خلاص بشكل طبيعي وتلقائي. لبسنا مثلا زي معين، بنبقى بالظبط بنحترم نفس الزي بنفس الثقافه. وده ما الطلقه اللي بتيجي بتميز بتقول ده ضابط عامل وده ضابط احتياط وده ضابط عسكري، ده الطلقه اللي جايه لجندي مصري ايا كان. ده النهارده حضرتك واحنا في خندق واحد، حضرتك ممكن تفاديني وانا ممكن افاديك، مالناش دعوه بكده. يعني نقدر نقول بقى ان كلمه السر في النهايه هي المصري بقى بجيناته، المصري اللي في الشارع، المصري اللي في الجيش، المصري اللي على الجبهه، المصري بالظبط. انا متفق مع حضرتك يعني دي كلمه السر، التركيبه الجينيه دي. بس المصري ياخد فرصته طبعا كامله طبعا. والشباب من الجنسين النهارده اخطر حاجه بتواجه مصر النهارده اهمال الشباب. وبنوجه ان ده، انا قابلت السيد محافظ المنوفيه، قابلت السيد المحافظ المنوفيه من اكتر من شهر وسلمته دراسه معينه عن الشباب، وبتمنى ان هو يرد علينا، وبتمنى ان هو يحضر معانا هنا في لقاء مشترك ونقول ايه اللي احنا هننفذه، ونبدا في تنفيذ الخطوات دي على الارض. لان احنا طول ما احنا بنتكلم في مكاتب مغلقه والكلام يتحط في الادراج مش هنتقدم. لا انا مش عايز اختم، مش هنتقدم دي خالص. هنتقدم وبجهود وباصرار. احنا نغير، يا ريت توجهي له دعوه ونلتقي، يشرفنا يعني يشرفنا ان احنا نبقى في لقاء الدراسه زي ما اتفقنا ان احنا نقعد نقول ايه الدراسه هنعمل ايه، ونعمل بعد شهرين حضرتك تستضيفينا تاني نقول احنا عملنا ايه فيها على الارض، وبالتالي يحصل تفعيل في كل محافظه بهذه الكيفيه، ويبقى هنا يتحول الاعلام لاعلام تنموي. وده اللي احنا عايزينه، ان الاعلام في المرحله الجايه يتبنى افكار قابله للتنفيذ بحيث ان البلد تتحرك. يبقى كل واحد هو يعني او كل مجال في الدوله هو ترس في منظومه كامله عليه والدائمه والمستدامه. اطمن حضرتك بجمله اخيره عشان انا حاسس ان حضرتك قلقانه من ناحيه الاحباط. لا انا ما عنديش قلق من الاحباط، لا حضرتك قلقانه ان الروح دي تنتشر في فينا وقت الخطر. لا احنا بنقدر ان احنا دي النقطه اللي انا عايز اقولها لحضرتك. احنا متقاعدين عسكريين لفتره طويله قبل كده كان كلنا عندنا حاله احباط، كلنا طلعنا معاش على السن 40 41 سنه 45 سنه وقعدنا في البيت وما كملناش وحقوقنا ضاعت. يوم 30/6 اللي كانوا في الميدان بيأمنوه كانوا المتقاعدين العسكريين بتكليف من الناس اللي في الشارع، مش بتكليف من الدوله على فكره. لا الناس عايزاه، واحنا كنا موجودين في الشارع. ده المصري مهما كان حاسس انه اتظلم او انه له حق او عنده احباط، ساعه ما يحس ان بلده في خطر بينسى الكلام ده كله وبيقف بالظبط، وبلده هتعوضه برضه. ويعني كونها ان هي تبقى في مكانه عاليه هو ده اكبر تعويض. طبعا كون ان انا بعيني شويه النهارده، لا بكره هيبقى احسن بان انا لازم اغير سلوكياتي في حاجات كتير، لازم اشتغل على المشكله بشكل حقيقي، ما غمضش عيني عنها، بالعكس لا اشوفها كويس قوي واشوف ايه اهم الطرق او السبل اللي انا اسلكها علشان احل المشكله. وبكره باذن الله احلى، وبايدينا وبجهودنا وبسواعدنا. ممكن احنا نشوف الاحلى، ممكن ما نشوفوش، لكن هنسيب لاولادنا الاحسن والاجمل ان شاء الله. ودايما مصر في اعلى مكان ومكانه. بشكركم شكرا جزيلا. بشكر ضيوفي العميد مهندس سامي رسلان عضو جمعيه المحاربين القدماء، شرفتنا. دكتور منير الجنزوري الخبير الاقتصادي والمصرفي، شرفتنا. وهيبقى لنا لقاءات باذن الله في الموضوعات اللي طرحناها. وبشكركم مشاهدينا الاعزاء، وانا القاكم الاسبوع القادم باذن الله.